افهم مني اللوجيك، بعد كده انا هساعدك لو في خطوه وقعت منك او حاجه انا هتلاقيني معاك. طيب، لو جينا هنا مثلا نقول له عايزين الراجل ده يعمل اي حاجه، عايزينه ان هو يقول له ايه لما نضغط هنا، لما اضغط هنا. هو زي ما احنا قلنا ان الكمبيوتر ايه، غبي. فلازم تفهمه كل تفصيله كل تفصيله. عايز اقول له لما اضغط هنا، لما اضغط هنا ده ايه، ده يعتبر ايه، حدث او ايفنت، صح كده؟ لما كليك، لما اعمل الكليكايه، الكليكايه اعمل إيه امتى؟ هنا من الايفنت ده. فنقول له هنا ايه، شايفين بعمل ايه، دراج ودروب، انا عملت كليك وبسحب. تمام كده. فبقول له لما يضغط وين كليك، وين ان الفلاج الاخضر ده يحصل له كليك، يتم الضغط عليه. ايه اللي يحصل؟ اعمل ايه، او ايه اللي يحصل معايا؟ هقول هنا ان في حاجه اسمها لوكس. لوكس دي ان هو يعمل حاجه معينه. فهجيب سي دي هاخدها كده معايا. لو لاحظتوا في حاجه هتلاقوا ان الكومبوننتس دي عامله زي البازل، صح كده؟ تركب في بعضها. تمام، هو ده بالظبط اللي انا عامله، ان انا هاخد دي كده احطها هنا. بالظبط. ان هنا لما اقدر ان انا اغير هلو وورلد مثلا. تمام، الجمله دي مشهوره جدا في البروجرامنج، هلو وورلد اهو. تمام كده. تمام، فانا اذا بسحب كومبوننتس من هنا بركبها على بعضها، بس الكومبوننتس دي تكون ايه، سيمتريك يا عمار، ان هي تكون لازم متناسقه مع بعضها علشان لما رن يبدا يرن معايا. طب لو انا جبت ده هنا لوحده كده، يعني مثلا لو بقول له هنا ايه، هلو بس كده، تمام، وعملت رن، مفيش حاجه هتمت ليه؟ هي مش اللوجيك مش واصل ببعضه. هو هنا انت بتقول له لما ده كليكد، بس كليكد ايه اللي يحصل؟ ما انا اقول له هنا لما اقول له سي هلو فيحصل ده. تمام، واضح كده الفكره. طب تعالوا نجرب مثلا كومبوننت تاني. انا مثلا لو جيت قلت له هات الكومبوننت اللي فوق ده وركبناه مكان ده، الفرق فين؟ ان هو بيسيء هلو كل حاجه، بس هو هنا عامل له لمده وقت، ان هو يعمل هلو دي لوقت معين من الزمن. فهو هنا قايل له ايه 2 سكندز. تمام كده. هقول له مثلا وليكن تعالى نقول له هنا هلو وورلد. تمام، وبعد كده نجيب دي كده تحتها ونقول له هنا ايه، هاو ار يو. تمام، فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الاوتبوت اللي يكون عامل اللي يطلع معايا يكون عامل ازاي؟ خلي بالك هنا من حاجه مهمه جدا، انت لازم تكون متخيل الاوتبوت في دماغك وانت شغال. تمام، علشان تعرف تكتب كود سليم. طب لو عملت كده رن، هيقول لي هلو وورلد، ثانيتين وقام قايل لي ايه، هاو ار يو. تمام كده. تمام، واخدين بالنا؟ طيب. كذلك بقى كل الكومبوننتس اللي عندنا في الكلام ده كله. يعني مثلا احنا ممكن نقول له ايه، ممكن نقول له بعد ما يعمل الكلام ده كله، تمام، او اول ما يضغط، يعني خلينا نمسح دول. انا مسحت ازاي؟ وقفت عليه وعملت ديليت. تمام، او لو اوقف عليه وارميه هنا تاني على الشمال كده. طيب انا ممكن اقول له بلاي ساوند، يعني شغل صوت لما اضغط على ده. هو كده عمل مياو دي اللي هي، هو انا نو بلاي ساوند ايه، مياو. تمام، او لو انت عايز بقى تحط ريكورد انت براحتك بقى. تمام، فالمفروض لما اضغط ايه اللي يحصل. تمام كده، واضحه الفكره. تمام. طيب، آه... تعالوا كده نعمل برنامج بسيط جدا. ان هو القطه دي تسالك انت اسمك ايه، وتقول لك يعني مثلا احمد، تقول له هلو احمد. تمام كده. طيب نعمل بقى ازاي، نعمل ده ازاي؟ انا هاجي هنا، عندنا هنا حاجه في ال الكنترولرز اسمها اسك. فين الاسك؟ المشكله ان هم مش عاملين هنا سيرش، ده حاجه رخمه جدا يعني. فين الاسك، الاسك. اه هنا الاسك اهي. تمام، فانا بقول له هنا اسك. الاسك دي ايه، واتس يور نيم. تمام كده. طيب انا علشان لو جيت شغلت ايه اللي هيحصل؟ شايف؟ عملت رن كده، هو قال لي هنا واتس يور نيم وفتح لي هنا مساحه اكتب فيها. فلو انا كتبت له هنا مثلا قلت له محمد كده، ايه اللي هيحصل؟ ما حصلش حاجه. طب الاجابه دي بتاعت راحت فين؟ ما نعرفش. تعالى كده لو بصينا هنا هتلاقي في جايب لك ان الاسك دي تحت منها حاجه كده تبعها اسمها ايه، انسر. تمام، فاذا الانسر دي هو اللي بيتخزن فيها المعلومه بتاعتنا. ودي بقى هنا حته الايه، الفاريبلز. بمعنى، فاكرين الرامه لما اتكلمنا عليها زمان؟ تمام، وقلنا الرامه عندنا بتتكون من ايه والكلام ده كله. الرامه بقى فايدتها هنا ان هي بتشتغل على الحاجات الاب راننج، الحاجات اللي شغاله فعليا. تمام كده، البرنامج اللي شغال دلوقتي حالا. طيب انا لما كتبت له دلوقتي مثلا محمد، محمد دي فاليو معلومه،
هو عايز يظهرها لي بعد كده، او هتعمل عليها اي فانكشن تانية بعد كده. علشان يخزنها بيعمل ايه؟ بيروح على الرام. تمام. ياخد مساحه في الرام ويخزنها جوه الرام. واخدين بالنا؟ فدي بنسميها بايه؟ بالفاريبلز. فاريبلز يعني متغيرات. يعني انت مثلا، انا ممكن ادخل محمد، انت ممكن تدخل احمد، او ممكن ندخل علي، ممكن ندخل حسين، براحته. كل واحد بيدخل بشكل مختلف عن التاني، فده كده بنسميه ايه؟ فاريبل. تمام. ففاريبل دي يعني حاجه متغيره، مش حاجه كونستنت، مش حاجه ثابته. تمام كده؟ طيب. الانسر دي هعمل فيها ايه؟ تعال نقول له، احنا مش كان عندنا هنا في اللوكس ان احنا نقدر نقول له سي؟ تمام. فانا اقدر اقول له هنا، عايز اقول له سي ايه؟ يعرض لي الاسم. يعني بعد ما اكتب له الاسم يعرضه لي. لو جيت لاحظت، بص، سكراتش بسيطه جدا وسهله جدا. لو جيت لاحظت هنا، انتوا اعمل لكم زوم شويه. لو جيت لاحظت هنا هتلاقي ان الانسر دي شكل بيضاوي نفس الهالو دي كده بالظبط. يعني معنى كده لو انا سحبتها ودخلتها هنا، دخلت كده. تمام. طيب تعالى كده نقول له ستارت. فبيقول لك هنا اسمك ايه؟ فلو قلت له جوده، فعرضه لي على طول. واضح كده الفكره؟ تمام. يبقى انا كده البروجرام ده انا مشيت فيه خطوات عامله ازاي؟ اول حاجه، عملت الانيشاليزيشن بتاع البروجرام نفسه، ان هو لما يكليك هنا. تمام. تاني حاجه ان انا قلت له اسك نيم، ان هو يعمل كويتشن. تالت حاجه قلت له خزن لي الكويتشن ده، نتيجه الكويتشن دي خزنها لي في فاريبل اسمه انسر. تالت حاجه او رابع حاجه، ان انا قلت له اعرض لي او اعمل لي سي لايه؟ للاجابه اللي هو دخلها دي. فاهم الفكره؟ تمام كده. فلو انا جيت دخلت له احمد هيعرض لي احمد، جيت اعمل ران تاني ودخلت له علي هيعرض لي علي عادي جدا. واضح كده الفكره؟ طيب ممكن بس نجرب بقى الجزء ده كده عندكم.